يلا بينا النهاردة هنعمل حاجة اقتصادية كده، وحاجة تبقى في البيت نظيفة أولادك ياكلوها يعني بصراحة تبقى حاجة حلوة قوي، وتنفع تعملي لهم منها الصبح في اللانش بوكس ياخدوها سندوتشات، وأحلى كتير كتير من الحاجات المصنعة اللي ما بنبقاش ضامنينها. أنا هنا معايا فول صويا. هاخد كوبايتين المج ده. الاتنين منه بيبقى اقل من ربع كيلو، يعني كوبايتين ونص يعملوا ربع كيلو، فانا واخده اقل من ربع كيلو، يعني انا واخده كوبايتين فول صويا مع نص لحمه. شايفين البصل؟ 3 بصلات صغيرين بمقام واحده كبيره، يعني انا ما كانش عندي بصلايه كبيره فانا حطيت ال3 الصغيرين دول. هحط الفول الصويا، هنقعه في كوبايتين ميه مغليه او كوبايه ونص تقريبا. انا مش عايزاه طبعا يبقى في ميه كتير عشان لما تيجي تصفيه، فهي يا دوبك انا حطيت كوبايه ونص وصفيته وسبته وغطيته كده وهركنه لحد ما اجهز بقيه طلباتي. هنا اللحمه عندي نص كيلو لحمه مفروم، ملح وفلفل وبهارات البرجر. هنا الفول الصويا عندي كان خلاص يعني طغى شوية فهصفيه. وفي نفس الوقت هنا هنضرب ال3 بصلات، شطفتهم طبعا وقطعتهم زي ما انتوا شايفين، وهضربهم في الكبة قبل ما احط اللحمة. قبل ما انسى بس، كمية اللحمة على الكبة دي كانت كتير، فانا بعد ما حطيتهم كلهم وهتشوفوها كده في الفيديو، لا هشيل منها وهضربها حبة حبة. حافظي بس على ادواتك الكهربائية لان الاسعار بقت خيالية. بصوا انا هنا حطيت اللحمة فوق البصل، وحطيت الفول الصويا بعد ما صفيته كويس من المية، ما خليتش فيه اي سوائل، شايفين؟ وهو طبيعي جميل جدا وحقيقي بجد. مش بيبان حتى طعم مختلف. هنا بقى انا دي حتة زيادة بقى من عندي كده، حتة ليا كده بشرتها بالمبشرة، يعني حوالي معلقتين اهم. دي حاجة اختيارية، حبيتي تضيفيها ضيفي، ما تضيفيش براحتك. الليا برضو بتديله طعم. حطيت بقى الملح والفلفل، وادي خلطة البرجر من كورنور. هي لا بجد برضو عاطية طعم حلو. انا ساعات لما بعمله ساعات بحط البهارات، ال7 بهارات اللي عندي، يعني بتبقى برضو حاجة كويسة، مش بتديها طعم برضو. بصوا انا زي ما قلت لكم كانت الكبة تقيلة قوي كده الكمية عليها، فطحنتها جزء جزء وزي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى ترتاح نص ساعة ولا ساعة في التلاجة، يعني تاخد تشميعة زي ما بيقولوا الشيفات الكبار. يلا بينا بقى بعد ما طلعتها من التلاجة، عندك اكياس تلاجة بقى قطعيها بقى حتت كده مربعات صغيرة، وتعالي نشوف عندك المكبس بتاع البرجر، خير وبركة والحمد لله. ما عندكيش غطا برطمان، طبق صغير مدور، مش هنوقف الدنيا. آه، هحط الحتة كده وبعد كده هحاول اسويها، وكمان نغطيها بحتة تانية من المشمع، ويلا بينا بقى بالمكبس كده اضغطي ضغطاية حلوة علشان تتساوى البرجراية، وفي نفس الوقت تديكي شايفة الخطوط بتاعة البرجر. الكمية اللي هتطلع لي من النص كيلو آه لحمة مفروم والفول الصويا طلع لي حوالي 22 او 24 قطعة. انا بنات مش مخلياها تخينة قوي علشان تبقى اللحمة ضامنة ان هي من جوه بتستوي. شايفين الكمية؟ اللهم بارك. يعني حلوة وحاجة نظيفة انت عاملاها في البيت وفرحتي بيها اولادك، وزي ما قلتلك حاجة نظيفة انتي ضمناها، وفي نفس الوقت كمية حلوة. انتي لو جبتيها يعني عاملالك حوالي اكتر من كيلو برجر. بصوا بقى وانا بحمرها، مش هقولكوا انها ما كشتش، طبيعي اللحمة بتكش، تمام. واللحمة المفرومة عادة برضو بيبقى فيها نسبة دهن، وانا كمان ضايفة حتة اللي هي كده كانت تحفة.
شايفين الجمال والحلاوة. هي سخنة، انا مش عارفة امسكها الصراحة، يعني انا هتلسع. فانا كنت عمالة القط يعني، بس قطعت حتة كده ودقتها كانت جميلة. الناس اللي بتقول لا مش بحب الفول الصويا ولا هتحسي بطعمه خالص خالص فيها، اللي هتحسي بطعمها فيها من باب الأمانة هو البرغل، هو اللي بيدي طعم وتبقي فعلا حاسة بتغيير في اللحمة المفرومة. لكن الفول الصويا جميل جدا، وأتمنى طبعا إن الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم. ما تنسوناش في اللايك والشير، وأشوفكم على خير، وتابعونا على قناتنا على اليوتيوب. السلام عليكم.